اهلا بيكم في يوميات نور وعلي. النهارده هنعمل جوله حلوه جدا في قصر المنتزه، هيعجبكم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان القصر من جوه فيه تغيير تام جدا عن كل مره، بجد كان جميل جدا. وفي كمان الجو كان حلو اليوم ده، وانا طلعت طبعا عملت كده روتين مع علي عشان خاطر ان هو يبقى كويس في الدراسه بتاعته ويقدر يذاكر وكده. ورسمنا ولعبنا وكان يوم حلو جدا. التذكره 25 جنيه مش اكتر، يوم كله. اقعدوا انتوا اولادكم بقى في الجنينه بجد. خدوا اي اكل معاكم، تكاويه حتى، وابداوا اليوم حلو كده من اول مثلا الساعه 2 لحد الساعه 5 او الساعه 6. بجد يوم كان حلو جدا. وعاوز اقول لكم التغيير اصلا في القصر المنتزه كان مختلف جدا عن كل مره شفته فيها. وكمان كان في راحه نفسيه كده، وبجد ان الهواء والجو ما كانش جو حر قوي. وكمان في زي عاملين زي الشلال كده من جوه. ده طبعا النادي اللي جوه المنتزه. في طبعا في الاتجاه ده، الاتجاه على ايدك اليمين وانت داخله كده قصر المنتزه، ممكن هتلاقي بقى. بصوا شايفين المكان عامل ازاي؟ تحفه 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 جدا. انا قعدت هناك وقعدنا نرسم انا وعلي، كان بجد كان يوم حلو. وان شاء الله هكرره باذن الله مع اصحابي طبعا، واولادهم، وهيبقى يوم حلو ان شاء الله ويوم مميز. غير ان انا اصلا كنت ناويه اعمل عيد ميلاد علي في المنتزه، ان هو اصلا قريب مننا جدا، مش محتاجه حاجه يعني، مش محتاج مواصلات او كده. فقلت بقى ان شاء الله اعمله باذن الله عيد ميلاده باذن الله في قصر المنتزه هنا، او اعمله في نادي التجاريين. تمام. بيبقى يوم حلو فيه تغيير، وفي نفس الوقت الجنينة كلها ملك اي حد يعني يلعبوا الاطفال، وفي مراجيح حلوة. وكمان عملنا كمان كارثة انا وعلي، انتوا عارفين طبعا متعودين ان اليوم اللي انا بخرج فيه لازم اعمل فيه كارثة. لعبنا طبعا في المراجيح، وعلي كان مصمم ياخد البلح. هو مكانش بيسرقه، هو كان اصلا يعني قاطعين البلح كده حاطينه في الجنينة، اللي عاوز ياخد براحته. وهو قعد يلعب شوية وبتاع، بس فعلا غير جو يعني. هو فعلا لو كل مثلا مرة في الشهر نغير جو لاطفالنا ويبقوا كمان نفسيتهم كويسه. ان شاء الله اعمل لكم جوله في قصر الانطونيادس باذن الله قريب برضو، علشان في تطورات هناك وفي تغييرات كتير جدا. القصر من جوه والبحيره اللي هم عاملينها شكل تاني خالص، جميل جدا وحاجات جميله جدا. ورسمنا وشفنا البط الصغنن، بس البط الصغنن ده كان بيلعب في الميه، والله العظيم كان محترم جدا يعني. مش عايزه اقول لكم احسن من تربيه عيالنا بجد. وكان علي فرحان وعمال يلعب معاهم اهو. تمام. وكمان عملنا ايه كمان يا ربي؟ رسمنا رسمه حلوه جدا. انا على قدي بقى يعني، مش رسامه، بس على قدي قدرت ان انا ايه افرحه كده. وكان يوم حلو، يوم فيه استمتاع. وانا عاوزه اقول لكم ان الفيديو ده قديم جدا، بس انا ايه يعني مثلا من شهر ولا حاجه، بس انا ايه طبعا كنت مكسله كل يوم اعمله. لا اعمل فيديو، لا مش عايزه اعمل فيديو. بعد كده رجعت قلت خلاص طالما هو عندي على البرنامج بتاعي يبقى لازم ايه اعمله، علشان بس ايه اما اجي امسحه يبقى في مساحه. بجد الجوله حلوه ويوم ممتع، وان شاء الله اكرره مع اصحابي باذن الله. باذن الله المصايب بتوعي باذن الله نغير جو باذن الله. وممكن ان شاء الله باذن الله وما نروح رشيد باذن الله الايام الجايه دي، ممكن كمان نغير جو. بس الرسمه ديت انا لسه عاملاها طبعا في الفيديو، وكنت بحاول يعني بحاول على قد يعني. المهم لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك وكمان تعليقات، وشيروا كتير 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 عشان خاطر تفرحوا استاذ علي الجميل ده. جميل جميل جميل. ولعبنا وغنينا ورسمنا وعملنا كل حاجة، بجد فرقت في نفسيته جدا جدا. ان شاء الله اعمل له جولة تانية احسن في مكان احسن باذن الله، وافرحه كمان ان هو ما عنديش اغلى منه. و... واتمنى ان هو يكون احسن حاجة في الدنيا، مش ليا ولا لحد. انا أهم حاجة يكون كويس لي نفسه، مش لازم يكون ليا ولا لحد يعني. لازم يكون هو عنده شخصية مستقلة عن اي حد، اي حد في حياته. بس اوعوا تنسوا اللايك بقى يا اصدقائي، واوعوا تنسوا التعليقات كمان. باي باي، وكملوا الفيديو بقى، مع السلامة.